مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الكونتر اتاك 352، مرحبا بكم في هذا الفيديو التحليلي الجديد. عودة ميمونة بعد غياب طويل. عدنا إليكم والعود أحمد بفوز رائع جدا تاريخي، بداية رائعة جدا للمنتخب الوطني المغربي. فمبروك علينا وعلى جميع المشجعين ديال المنتخب الوطني المغربي بهذا الفوز الرائع والبداية الموفقة بثلاثة أهداف للا شيء على فريق تنزانيا. إذن فلا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة وتدعمونا بزر لايك، وتدعمونا أيضا بنشركم للفيديو وتعليقاتكم في هذا الفيديو إن شاء الله. إذن فاليوم مبروك، المنتخب الوطني المغربي استحق واستطاع أن يفوز في هذه المباراة بعد أن قدم مباراة رائعة جدا أمام تنزانيا، والتي كانت بصراحة من بين الفرق التي تخيف، اللي كتخوف صراحة. فمشي فريق سهل، خصوصا وأنه نعرف أنه في إفريقيا حاليا فهنالك الكثير من التطورات فيما يخص الكرة في إفريقيا. فكما شاهدنا بعض المفاجآت اللي كانوا في بداية ديال هذا الكان، فموزمبيق مع تونس، مع الجزائر عفوا، ومع مصر، وأيضا كثير من المفاجآت فيما يخص منتخبات ديال شمال افريقيا وايضا المنتخبات الاخرى. فاليوم الحمد لله فالمنتخب المغربي فاز بثلاث اهداف لا شيء. نصيري مع هسيس ايضا اناحي اللي قدم مباراة رائعة جدا. كنت خايف بزاف على الضغط اللي غادي يكون على اناحي، خصوصا بعد كونفرساسيون ديالو او بعد الهضره ديالو اللي كانت تقالت على المنتخب المصري كيفاش ربح كاع التايتلز ديالو في كاس افريقيا. لكن الحمد لله داك الشيء عطى ايضا انرجي وحافز. كان داك الشيء حافز بالنسبه له باش انه يبين باللي انه لاعب محترف، لاعب يعرف كيف يتعامل مع المباريات الكبيره. والحمد لله كان نجم واستحق ان يكون نجم هذه المباراه. اذا فالمدرب القراقي ايضا نقول له مبروك على هذا الفوز الرائع جدا، والطريقه اللي دخل بها. واخا التشكيله كانت مفاجئه فيما يخص دخول ديال الشيبي بعد اصابه الصغيره والمتوسطه ديال الطفيفه يمكن ان نقول ديال اللاعب عطية الله، اللي كان غادي يلعب مكان اللاعب ديالنا نصير مزراوي. بالتالي فالشيبي لعب بلاصتو اليوم. نفس الشيء بالنسبه للزولي، ولكن كان اختيار صائب بعد ما عرفنا انه عدلي مازال، راكم عارفين اش وقع العدلي. وايضا اللاعب بوفالي الله رجع من اصابه مع الفريق ديالو الريان، يعني ما غاديش يدخل به كاساسي. بالتالي فاختار ايضا انه الزلزولي، حيت عارفين ان الزلزولي الطريقه ديال اللعب ديالو كتكون مختلفه على الطريقه ديال اللعب ديال اللاعبين الاخرين. هو تيدخل واخا باقي صغير، عنده تجربه، بدا تجربه، يعني المدرب بغى يعطيه ماتشات باش انه يدخل في صلب المباريات كلاعب دائما يكون بروفيسيونيل. يعني هو اللاعب اللي واجد كما قال ديما الركراكي، فهو كيعتمد على اللاعبين الواجدين. فاليوم شفنا الريزولطا. بعد ما شفنا الريزولطا فكل شيء واجد. شفنا حراسة المرمى كان بونو، حكيمي، أكل، تسايس، الشيبي في الدفاع، أملاح كان 4-1. يعني أمرابط كان هو الكاسور، بعض المرات كنشوفوا معاه أملاح. في وسط الميدان أملاح وأناحي، وعلى الأطراف كنشوفوا أنه كاين زلزولي وزياش وأيضا نصيري. يعني جميع اللاعبين قدموا مباراة رائعة جدا امام منتخب لعب بواحد الطريقه اللي هي دفاعيه، 4-1، 4-5-1، 5-4-1، 5-5. بعض المرات كنشوفوا انهم كيلعبوا بلا مهاجم. فالمنتخب المغربي نقاط القوه اللي عنده هو انه عرف كيفاش يدير الاحتواء الكره، سواء في وسط الميدان واللعب على الاطراف ايضا، واللعب وراء المدافعين ديال المنتخب التنزاني اللي ما كانوش ساهلين. فشفنا انه المنتخب التنزاني دائما ما كان فريق تيكون صعيب ما يتعلق تاريخ المواجهات ديالو مع المنتخب المغربي.
فاليوم شفنا انه ما كناش معتمدين بزاف على البوسيشن اوف ذا بول كانت 52% بالنسبه للمنتخب المغربي، بينما لي تير او الشوت التارجت كانوا 14 و 7، يعني النص مشى برا ديال البارات، والنص 7 الاخرين كانوا هما اللي مشاو ديريكت للتارجت. بالتالي فالحمد لله فالمنتخب الوطني كلشي كان بوزيتيف اليوم، كلشي كان مزيان، سواء لي دويل سواء الشوط، سواء الطريقه ديال اللعب، سواء البوسيشن، سواء ايضا الاداء والنتيجه. هنا كنهضروا على الانتصار اداء ونتيجه، وتصدر المجموعه ديالنا الاخيره اللي كان فيها المنتخب الوطني. بالتالي فعندنا 3 ديال النقاط. من بعد تنزانيا عندها 0 نقطة في المركز الأخير، وكيتجي الكونغو اللي غادي تكون الخصم ديالنا في المركز الثاني. من بعد كاينة زامبيا غادي تكون الخصم ديالنا الآخر. يعني المباراة كانت مزيانة كما شفتوا، أنه المنتخب التنزاني حاول انه يرجع بزاف في اللور في بعض المرات، ولكن اللي ساعدنا كتير هو انه واخا هكاك ما المدرب عمروش الجزائري ما كانش اعتمد بزاف على انه يلعب طريقه دفاعيه طيله 90 دقيقه، ففي بعض المرات كان تيخرج باش انه يلعب الكره. بالتالي فشفنا انه المدرب الركراكي يلاه لقى داك الشيء اللي بغى. بالتالي ففي كثير من المرات كنشوفوا انه بعض المرات كاين الركراكي كيلعب ديك الطريقه ديال كاس العالم وتيرجع بزاف في اللور باش انه يكون البناء من ياسين بونو، من سايس، من اكرد، من حكيمي، من الشيبي. يعني اللاعبين لعبوا بزاف ديال الطرق، فبعض المرات كنشوف انه كيكون البناء من الاطراف، بعض المرات من وسط الميدان، وجميع الحلول جميع الطرق اللي خدم بهم الركراكي فهم عطاو الحلول لينا في هذه المباراة، خصوصا من بعد الهدف ديال سايس. واخا زياش في الاول كان ضيع، بالتالي فمن بعد التسديده ديالو والهدف ديال سايس رجع. نفس الشيء بالنسبه للنصيري. فاليوم شفنا النصيري فهو زقل في الاول، وخفنا كاع انه يفقد الثقه ديالو في هذه المباراه، ولكن الحمد لله رجع. نفس الشيء بالنسبه لأناحي زلزولي. يعني الحلول كاينين. ف التقسيم ديال الاداء يعني البيرفورمانس في هذه المباراه، فشفنا انه اللاعبين ما عطاوش 100% من الاداء ديالهم. يعني عارفين انه الرطوبه واللياقه البدنيه خاصها تبقى يكون داكشي متوازن. بالتالي فاللاعب بروفيسيونيل كيعرف كيفاش انه يطبق التعليمات ديال المدرب اللي هو بروفيسيونيل. بالتالي فشفنا انه ما كانش بزاف ديال الكونسوميشن ديال الانرجي بالنسبه للاعبين. فالحمد لله الطريق نعرفوا كيفاش يجاريو المباراه طيله 90 دقيقه. المدرب ايضا لا من خلال اللاعبين اللي دخل بهم في التشكيله الاساسيه، ولا بتشكيله اللي دخلت في الشوط الثاني. شفنا دخل اللاعب عدلي، دخل الكعبي، دخل بوفال، دخل يعني اللاعبين زوينين بكل صراحة. جميع اللاعبين اللي يلعبوا في وسط الميدان الهجومي ولا الهجوم كانوا مزيانين. من بعد ما خرجنا رابحين الشوط الأول، الشوط الثاني أيضا تقريبا فاش عرف المدرب أنه ضمن النتيجة. بالتالي فبدل اللاعبين باش أنه ما يفقدش املاح والطاقه ديالو في وسط الميدان. زلزولي ايضا، اناحي والنصيري. والحمد لله اللاعبين اللي دخلوا داروا اللي عليهم. عدلي اون فوا دخل عطانا اسيست بالنسبه لأناحي. ديو مع أناحي كان مزيان. نفس الشيء بالنسبه للكعبي، ايضا كان داير ضغط، واخا صعيب انك تدخل في الشوط الثاني وديريكت تعطي التاثير في المباراه، ولكن الحمد لله داكشي اللي كنا كنتسناو من عدلي فهو دارو. و هذا ميساج بالنسبه لاي فرقه في افريقيا. فاون فوا تبغي تلعب مزيان وتبغي تفرض راسك في افريقيا، فبحال هكا في الكان خاصك تربح الماتش الاول. الماتش الاول هو اللي تيخول لك انك تكون عندك الثقه في الماتشات الاخرين. يعني اون فوا كيكون عندك ماتش الاول كتعادل فيه ولا كتخسر فيه، فكيدخلوك شكوك. حتى اللاعبين ممكن انهم الا ما كانوش بروفيسيونيل بواحد الطريقه اللي هي مزيانه، يصعب انهم يتعاملوا مع المباريات. فهادشي اللي بغينا الحمد لله. فباش انك تربح
مباراة 3-0 يعني كتعطي الثقة للاعبين، المدرب ولا الجمهور. بالتالي فالمباراة الثانية إن شاء الله نتمنوا أنه نستمروا بنفس الأداء. مازال ما شفناش بعض اللاعبين، يعني ممكن أننا نشوفوا نفس التشكيلة في المباراة الجاية إن شاء الله، ونفس الأداء. فإلا كنا كنهضروا على الأداء، فتقييم اللاعبين بالنسبة للاعبين اللي لعبوا اليوم فكاملين كانوا مزيانين. لا بالنسبة انطلاقا من بونو حتى نوصل للنصيري، ونتمنوا أن النصيري يحاول أنه يماركي بزاف ديال البيوت. فكان اليوم غادي يماركي 2 ولا 3، والحمد لله النصيري في طيلة 4 ديال النسخ ديال الكان اللي شارك فيهم ماركا فيهم، يعني كيحطم رقم قياسي. نفس الشيء بالنسبة للاعبين الآخرين، نتمنوا زياشي ماركي واللاعبين الآخرين أنهم تكون عندهم ديك بحال قلتي يحققوا داك الهدف ديالهم، هو انهم يديروا بصمه. فكما كنقولوا واخا كنقولوا ان كرة القدم كتكون جماعيه، ولكن حتى اللاعب اون فوا تايمارك ولا اون فوا تيدير واحد اسيست ولا هدف مثلا، فداك الشيء كيعطيه واحد الثقه، وكيعطيه واحد تيكون داك الشيء محفز بالنسبه ليه باش انه يعطي اكثر المباريات الجايين. اذا فالحمد لله، فمبروك علينا مره اخرى، ونتمنوا التوفيق ايضا للمنتخبات الاخرين ديال شمال افريقيا باش انهم يديروا مباريات زوينين في هادشي اللي بقى لهم بعد التعثر ديالهم في المباريات الاولى. اذا شكرا، ولا تنسونا دائما بدعائكم وايضا باشتراككم في القناه، والى مباراة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.